السلام عليكم. أنا عايزكم بقى النهاردة تركزوا معايا قوي، لأن الكلام اللي هقوله النهاردة في الفيديو ده خطير قوي، ويمكن مفيش ولا مرة ولا أي فيديو أنا عملته زي الفيديو ده. من كام يوم اتقبض على البلوجر، عايز تسميها البلوجر، عايز تسميها الفنانة، عايز تسميها الإعلامية، داليا فؤاد. الأجهزة الأمنية قبضت عليها وهي معاها مخدر بكميات مهولة. كميات مهولة. هتقول لي وفيها ايه يعني؟ الاجهزة الامنية شايفة شغلها وهي واحدة غلطت وخلاص. لا، الكارثة اللي ورا الموضوع ده المخدر اللي هي اتمسكت بيه. المخدر ده في الوسط العادي بتاعنا بيتقال عليه مخدر اغتصاب البنات، او الاسم العلمي بتاعه الجي اتش بي. المخدر ده اول ما اتعمل ايه الفايدة بتاعته؟ المخدر ده كان معمول لزيادة الرغبة الجنسية عند النساء او عند البنات، تمام؟ المخدر ده بيتحط منه ملي او اكتر، يعني ليه كميات معينة. الكمية بتاعته ديت لو زادت ملي واحد بتموت. ملي واحد بيوقف القلب وتموت. طب للأسف بيستخدموه بقى ازاي؟ بيستخدموه في اكتر جرائم بشعة ضد النساء في العالم، وهو الاغتصاب. وفي مصر عندنا على فكرة سفاح التجمع استخدمه. واللي يفتكر زمان او من كام سنة القضية المشهورة بتاعت الفيرمونت كانوا مستخدمينه. والمشكلة الكبيرة في المخدر ده إنه لا ليه طعم ولا لون ولا ريحة. يعني للأسف الضحية لو اتحط لها في كوباية مية هي مش هتاخد في بالها، مش هتحس بيه أصلا. المشكلة إن هو ليه تركيز معين هم عارفينه. بيفرق ما بين تحفيز الرغبة وبين إن هو بيشل. هتقول إيه؟ بيشل. هي ازاي بتعرض بالاغتصاب؟ بيشل جسم الست او جسم البنت بالكامل، ما بتقدرش تتحرك، ما بتقدرش حتى تخيل. الضحية تبقى مفتحة عينيها ومخها موجود وواعية لكل حاجة حواليها، بس مش قادرة تدافع عن نفسها ومش قادرة تحرك أي جزء من جسمها. لدرجة إن في بعض الدراسات بتقولك إن هي حتى إن تبكي مش هتبقى قادرة. فبتتعرض للاغتصاب وبتتعرض لكل أنواع كل حاجة، وهي مش قادرة حتى تدافع عن نفسها ومش قادرة حتى تبكي وهي بيحصل فيها كده. طب الباشمهندسة بقى اللي اتقبض عليها ديت الكمية اللي معاها كام؟ 180 لتر. 180 لتر بيقدروا بحوالي من 145 ل 150 مليون جنيه. والموضوع طلع كبير. ده طلع ان الراجل بلجيكي اجنبي عايش في مصر، راجل بلجيكي، والداخليه كانت متابعاه وشاكه فيه ان هو بتاع مخدرات. اشترى البضاعه ديت من على موقع اكيد تبع الديب ويب زي ما هم بيقولوا. موقع غير معلوم بس هو اكيد الديب ويب. بعد كده خد المخدرات ديت جابها من بلد لبلد، والبلد التانية ديت دخلها شركة منظفات وتعبت في ازاز منظفات عشان تاخد اللوجو بتاع الشركة. وجت مع شحنة للمنظفات ديت، وجت في الجمارك والحكومة متابعاها وسابتها تخش عشان تمسك الجاني ده. طلع الموضوع اصلا وراه ناس كتير. ولما دخل فضلوا متابعينه ولقوا ان هو بيتردد هو وداليا فؤاد على بعضيهم، يعني في اكتر من مقابله ليهم لحد ما طبقوا عليهم. في روايتين، في روايه ان هم مسكوها في بيتها بسبب ان هو اعترف بعد ما اتمسك بالمخدرات ديت، وفي روايه تانية بتقول ان هي اتمسكت في بيتها والمخدرات ديت عندها. الكارثه ان اللي اتمسك 180 لتر. طب اللي كان دخل قبل كده ايه؟ وفي التحريات او في الحكومه قالت ان هي زمان او من فترات طويله هي اللي بتوزع، يعني هي المسؤوله عن التوزيع. انت متخيل الارقام اصلا؟ اصلا اللي انت تعرف ان سفاح التجمع كانت دي الماده الاساسيه اللي كان بيستخدمها في الاغتصاب والقتل، دي كارثه. يعني ربنا يسترها على اخواتنا. بس والله العظيم نصيحه لكل اخت بتسمعني وبتشوفني. انا مش هقولك ما تثقيش في حد، بس خلي بالك جدا جدا في الناس المحيطه بيكي. سمعتك وشرفك وحياتك اهم من اي حاجه في الدنيا. مفيش حاجه اسمها اخرج مع واحد صاحبي. حتى خطيبك ليه ربنا سبحانه وتعالى قالك لازم يكون في محرم، لازم يكون في على طول حاجه، حائط صد، حد يدافع عنك. ما ينفعش تبقي لوحدك. هتقولي انا اقدر وانا جامده وانا اقدر ادافع عن نفسي. خلاص انت قادره تشيل مسؤوليه نفسك.
مش هقول لك يعني تاكلي او تشربي تبقى في حته معلومه. خلي بالك مش اي حد يديكي حاجه، لان والله العظيم في جرائم كتير جدا جدا بتبقى بالطريقه ديت. واحد مثلا اداها كنزات حاجه ساقعه او كوبايه او علبه عصير او اي حاجه، ويحط لها حاجه زي كده، هتعملي ايه؟ حياتك غاليه عليكي، حياتك خليها اغلى حاجه عندك، ما تضحيش بيها. دايما يا بنات بصوا لكل الوسط اللي انت المحيط بيكوا، سواء في الشغل، سواء في العيله، سواء في القرايب، سواء في الصحاب، سواء في الجيران. خلوا بالكم من نفسكم، لان الخطر بقى اعظم واكبر بكتير من زمان. الموضوع بقى سهل جدا. انت متخيل ان انت تبقى قاعد حاطط كوبايه ميه، يتحط لك نقطه او نقطتين في الكوبايه ومش هتحس بيهم، مالهمش طعم، مالهمش ريحه، مالهمش لون، مش هتعرفي اصلا. والمصيبه الكبيره ان المخدر ده ما بيبانش في الجسم كمان. يعني المخدر ده بيمشي من الجسم او بيروح من الجسم في اقل من 24 ساعه، بيخرج في البول. يعني حتى لما تيجي مثلا تروح تحللي ولا حاجه، انت مش هتعرفي ان انت اتحط لك حاجه، مش هيبقى باين في جسمك. طب هتعرفي ازاي؟ فخلوا بالكم على نفسكم، وربنا يسترها عليكم يا رب، وربنا يسترها على كل اخواتنا. وخلي دايما نفسك، وزي ما قلت لك نفسك وسمعتك وحياتك عزيزه عليكي وغاليه عليكي، لانها غاليه علينا. ربنا يسترها عليكم يا رب. سلام.